صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي يظهر لكم فيه الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض مخلل اللفت بطريقه سهله خالص، وهقول لكم على حاجات يعني اللفت ازاي يعيش معاكم وازاي لونه يبقى حلو. يلا بينا كده احنا نشوف هنعمل اللفت المخلل ازاي. سهل خالص وبسيط مفيهوش اي تعقيدات. اللفت طبعا غسلناه ونضفناه بالشكل ده، وغسلته كويس اوي بعد ما نضفته من الطينة، ورشيت عليه ملح، شوية ملح كده كويسين، يجي نص كيس صغير، لحد ما انزل المية اللي فيه دي. قعد من 6 ل7 ساعات، وبعدين هغسله كويس ونشتغل فيه. بعد ما غسلت اللفت كويس من الملح اللي كان منقوع فيه، هبتدي اقطعه. والتقطيع طبعا اللي انتوا بتحبوا تقطعوه بيها، سواء تقطعوه 4 ارباع او تقطعوه شرايح صغيرة لو انتوا عايزين تاكلوه بسرعة. لو عايزين تخلوه مثلا فترة طويلة، هتسيبوا اللفت صحيح زي ما هو، ما تقطعوهوش. ممكن تقطعوه بعد ما تطلعوه من البرطمان، بعد ما يتخلل، تطلعوه تقطعوه وتاكلوا على طول. انا هنا هقطع منه الكبير خالص، وبعدين الصغير هسيبه وهخلله كده زي ما هو عشان ياخد فترة طويلة. فممكن اللي متقطع تحطوه في برطمان لوحده، واللي مش متقطع تحطوه في برطمان لوحده. بس انا حطيت كل الكمية في برطمان واحد، حطيت الصحيح من تحت والمتقطع ده فوق منه. عندي بنجر او شمندر زي ما بتسموه في اي بلد عندكم. هقطعه شرايح كده، بيدي لون حلو لللفت وبيحافظ عليه، ما بيخليش لونه يسود. هقطعه واوزعه على اللفت عشان اللفت يحتفظ باللون بتاعه. هبتدي احط اللفت الصحيح. انا نقيت اللفت الصغير كله وخليته صحيح زي ما هو، مرضتش اقطعه. وهحطه في البرطمان من تحت، هكبسه كويس عشان البرطمان يشيل الكمية كلها. وبعد كده هحط عليه اللفت المتقطع. وطبعا اللفت المتقطع هيتاكل في الاول، والتاني هيقعد ياخد مدة براحته، شهر، اكتر من شهر، ممكن بيقعد بالشهرين. لو هو صحيح كده مش متقطع بياخد فترة طويلة، مش بيجراله حاجة. عندي بقى هجيب المية، لتر المية عليه معلقة سكر، 4 معالق كبار ملح، معلقتين خل. ابتدي احطهم وادوبهم كويس، وهنزل على الخليط، على اللفت بالخليط ده، بالمحلول اللي احنا بنعمله ده. ولو احتاجنا مية تاني برضو نحط لتر، ونحط نفس كمية الملح والسكر والخل اللي احنا حطيناها دي. وهبتدي اضيف المية على اللفت. انا هنا البرطمان خد معايا 2 لتر مية. وبكده نكون خلصنا المخلل. ده خد معايا لترين مية. وطبعا لتر المية زي ما وريتكم في الاول بياخد معلقتين خل، معلقة سكر، 4 معالق كبار ملح، بندوبهم كويس وبنحطهم على المخلل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، باي باي.